المغرب أرض غنية بالتاريخ، الثقافة والطموحات، من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب. كاينه قصة اللي تكتبت بالروح، بلاد اللي الشمس فيها كتشرق على حضارة بآلاف السنين وكتغرب على الخطوات الثابتة ديال وليداته نحو المستقبل، وهذا الشيء كامل تحت القيادة الرشيدة ديال سليل العلويين وحامل مشعل الإنجازات الملك محمد السادس الله يطول لنا في عمره. المغرب ماشي غير بلاد فوق خريطة، المغرب هو تاريخ ديال الصمود، ديال التحدي والمعقول. من قرون هاد الأرض كتعرف الصراع ما بين اللي بغى يركعها وما بين ولادها اللي عمرهم خلاوها تهبط راسها. جيوش دازت، مؤامرات دارت، أزمات وفتن، ولكن دايما كانت الكلمة الأخيرة للمغاربة. الشعب كيحب بلادو وكيعرف قيمة الأرض والدين والهوية. وها احنا اليوم كنعيشوا ثمار التضحيات اللي قبلنا، مكملين في التحدي وكنزيدوا نبنيو المستقبل أحسن بذاكرة عامرة وبعزيمة ما كتخونش. ما يمكنش نتكلموا على المستقبل والتحديات بلا ما نهضروا على الأمن والاستقرار، واللي هو ركيزة كل بلاد. مملكة 12 قرن خدمت بدورها على هذا الشيء، وقدرت أنها يولي عندها واحد من أقوى الأجهزة الأمنية في أفريقيا والعالم، مؤسسة اللي ديما كانت دير الحامي ديال هذا الوطن، كتحمي البلاد بالليل والنهار من التهديدات وكتصار على استقرار الوطن والمواطن. وهذا الشيء اللي خلاه ديما يكون محل الإشادات الدولية. في السنوات الأخيرة القوة ولات عندها معنى آخر، والتهديدات ما بقاتش مقتصرة على العالم الواقعي، بل انتقلت للعالم الرقمي. هنا ما كاينش جدران إسمنتية ولا أبواب حديدية أو حصون مطلقة، كاين غير أنظمة معلوماتية وسيرفرات متصلة بالعالم، وأي ثغرة صغيرة تقدر تحل باب على مجهول خطير. في هذا الفضاء الافتراضي كاين هاكرز كيتخباو وراء الشاشات، مجهولين الهوية ولكن قادرين يضربوا بقوة ويوصلوا لمعطيات حساسة ومستحيل أي واحد يوصل لها. هذا الشيء اللي دارت المجموعة اللي طلقت على نفسها اسم جبروت دي زاد. جبروت دي زاد هي مجموعة اللي قررت تواجه المغرب من بعيد، ماشي بالرصاص ولا بالقنابل، ولكن بالكودات والفيروسات. وهذه المواجهة وصلت حتى لواحد الخط أحمر، وهو اختراق مؤسسات وطنية. البداية كانت في أبريل 2025. مجموعة جبروت دي زاد عنات أنها قدرت توصل لواحد من أخطر الخزانات المعلوماتية في المغرب، قاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وملفات حساسة من المحافظة العقارية. الهجوم ما كانش بسيط، بحيث أنه حسب معطيات والتقارير اللي خرجت الهاكرز قدروا يحملوا أكثر من 4 طيرة من المعلومات وبيانات كتخص حوالي 1.9 مليون موظف مغربي وما يقارب 500 ألف شركة. رقم ضخم وكافي أنه يهز أسرار ملايين المواطنين، من عقاراتهم، خدماتهم الاجتماعية، حتى المعطيات الشخصية ديالهم. هذا الاختراق ضرب العنق ديال هذه الإدارتين الرسميتين، والرسالة كانت واضحة: حتى أقوى الأنظمة المعلوماتية ممكن تكسر في ثواني قدام واحد الكود مجهول. من بعد الضجة الكبيرة اللي خلفتها هذه المجموعة بالتسريبات اللي دارت، جبروت دي زاد غبرات، ما بقى حتى خبر ولا أثر، وكأنها ما عمرها كانت. مجموعة القرصنة مشات ودات معها أجوبة كثيرة لبزاف ديال الأسئلة اللي بقات في الساحة. الجواب جا من بعد شهور. نفس الاسم جبروت رجع يبان من جديد، ولكن هذه المرة الاستراتيجية تبدلات. المجموعة فتحت قناة جديدة على التطبيق الروسي سابقا والإماراتي حاليا، تيليجرام، ورجعت كتنشر تسريبات، ولكن ماشي بحال المرة الأولى. التسريبات الجديدة كتركز على أسماء بعض المسؤولين المغاربة اللي عندهم مهمات حساسة في الدولة وقصدت تفادى آخرين، والهدف فراه كان واضح طبعا: زرع الفتنة وزعزعة ثقة المواطن في المؤسسات المغربية. من خلال تتبع مسار التسريبات ديال مجموعة جبروت غادي نكتشفوا أنه كان فيها جوج ديال التسريبات الأولى استهدفت بشكل خاص وزير الخارجية ناصر بوليطة، ومدير المديرية العامة للدراسات والمستندات محمد ياسين المنصوري، والسكرتير الخاص الملك منير المجيدي، ووزير التعمير والإسكان فاطمة الزهراء منصوري، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي. أما التسريبات الثانية فتم التركيز فيها على المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بحيث أنه تم استهداف بعض المسؤولين المركزيين بهذه الإدارة وتعمد عدم ذكر آخرين، وهو طبعا نفس الهدف: خلق نوع من الفتنة اللي تقدر تسبب فوضى من بعد. فيما يخص طريقة اشتغال هذه المجموعة فراها بدورها كتقسم زوج ديال المراحل. المرحلة الأولى كيتم فيها نشر بعض المعلومات الصحيحة على الأشخاص المستهدفين، مثلا الاسم الكامل ورقم الحساب البنكي أو رقم البطاقة الوطنية. هادو معلومات اللي سهل أي واحد يحصل عليهم. المتلقي بمجرد أنه كيتأكد من صحة هذه المعلومات فراه كيكون طاح في الفخ ووجد راسه مسبقا أنه يتلقى القادم من المعلومات اللي غادي تقدم له، واللي 99% منها غادي يكون كله كذوب. والمرحلة الثانية هي الأهم والأخطر،
بحيث كتبان بعض الحسابات والقنوات المشبوهه اللي كتبدا دير اعاده تدوير المحتوى اللي سبق ونشرته جبروت، وكيستخدموا في هذا الشيء بعض العناوين مثيره والصور جذابه اللي كتمرر لنا معلومات ورسائل مسمومه بغرض انها دير صدمه نفسيه وتعمق الفوضى المعلوماتيه وتكبر هذا الامر وتخليه يرجع حقيقه. التسريبات كانت بحال الشراره اللي كتصب الزيت على النار عند بعض الاطراف، صفحات مشبوهه ووجوه معروفه بعداء اهل المغرب خرجات كتساند الهجوم وكتصفق وتطبل الجبروت. وسائل اعلام الجاره الشقيقه الجزائر كانت سباقه للاشاده بهذا العمل الشنيع وصوراته على انه انجاز، وخصت ليه حيز كبير في النشرات الاخباريه والبرامج ديالها. كذلك الحسابات التابعه للنظام الجزائري على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه على موقع تويتر لعبت دور كبير في اعاده تدوير هذه القصاصه ونشرها على اوسع نطاق. بل الاخطر ان بعض خونه الخارج والداخل استغلوا المناسبه باش يشفيوا الغليل ديالهم وحقدهم على البلاد والعباد. عرين مرابط، هشام جيراندو، سليمان ريسوني، دنيا فيلالي وحتى المرتزق إغناسيو سامبريرو. هاد مجموعه الخونه رفضوا يدوزوا بحال هاد الفرصه بلا ما يشاركوا اولياء النعمه ديالهم الفرحه، وطبعا مع اضافه بعض التعديلات. هاد الرباعه ديال المرتزقه قالوا ان جبروت ماشي جزائريه الاصل وما عندها علاقه لا من قريب او بعيد بها، وانما هي اداه كتستخدمها الدي اس تي باش تضرب لا جاد. يعني بغاو يخلقوا صراع ما بين جوج ديال الاجهزه الامنيه بالمغرب ويجعلوها حقيقه اللي غادي تشيقوها المغاربه. ولكن بمجرد ما جبروت نشرت تسريبات ثانيه واللي كانت كتستهدف احد المسؤولين مديريه مراقبه التراب الوطني، الخونه تخربق لهم الحساب ولقاو راسهم مضطرين انهم يبدلوا القصه باش يواكبوا المستجدات. فعاودوا اتفقوا ان جبروت هي واحد المجموعه مغربيه اللي مكونه من بعض موظفي الجيش وباقي الاجهزه الامنيه، والهدف ديالها هو يصفيوا حساباتهم الداخليه ويفضحوا الفساد اللي كاين داخل الاجهزه الامنيه المغربيه. هادشي على حد تعبيرهم طبعا. هاد الدعايه الغبيه اللي حاولوا مازال كيحاولوا يروجوا لها هي مجرد تجربه فاشله لصرف الانتباه على الاصول الحقيقيه ديال المجموعه. الواقع كان اخطر. جبروت ماشي الهدف ديالها هو فضح الفساد المفسدين، ولكن هي عمليه ممنهجه واللي تم الاعداد لها هذه مده طويله لتفكيك المغرب من الداخل. كل تسريب كان مصمم باش يخلق صراع داخلي يضرب الثقه في المؤسسات ويغرس الشك بين المسؤولين والشعب، ويخلي كل من شاف تسريبات يقول انه هناك صراع ما بين الاجهزه المغربيه. بل والأخطر ان هذا الشيء تطور ولا محاوله ضرب صوره الملك وولي العهد عند الشعب المغربي. المراقبين والخبراء الامنيين شافوا ان جبروت ماشي مجرد مجموعه هاكرز عاديه، بل هي اداه كبيره عندها تنظيم، تمويل ومعرفه دقيقه بالانظمه المغربيه، والعوده ديالها بهذا الشكل كتطرح تساؤلات كبيره. واش فعلا الهدف ابتزاز مالي ولا كاين شي ايادي خارجيه كتحرك المجموعه باش تضرب استقرار المغرب من بعيد؟ فريق عمل الحلقه حاول يتواصل مع بعض الخبراء وحتى الهاكرز واللي عندهم المام كبير بعمل مجموعات القرصنه. جبروت بانت في الاول باسم جبروت دي زيد قبل ما تبان المجموعه الثانيه، واللي بغض النظر على الطرف اللي واقفه موراه فراه شرات المعطيات من الدارك ويب وحاولت تختار منها داكشي اللي بغاه وتنشره مره اخرى. الاهداف اللي هما اللي عارفينها. Le groupe Jabarout, dans sa seconde version, s'est approprié le nom du premier collectif Jabarout DZ. Son objectif était de tirer parti de la notoriété déjà acquise par ce dernier afin de servir ses propres ambitions. Il n'entretient toutefois aucun rapport avec des activités de piratage ni avec des figures connues dans ce domaine. الخبراء وحتى الهاكرز صرحوا بأن مجموعة جبروت دي زيد الأولى كتختلف على جبروت الثانية وما كتجمعهم حتى علاقة. المجموعة الثانية حاولت تستغل الاسم الأولى وتخدم به الأجندات الشخصية ديالها. هاد الحقائق حطتنا أمام سؤال حقيقي كان خاص ضروري نجاوبوا عليه في التحقيق ديالنا. إذن حنا هنا أمام طرف اللي حاول يستغل بعض المعطيات اللي سبق وتم التسريب ديالها على الدارك ويب باش ينفذ أجندات ومخططات خبيثة ضد المملكة المغربية. المعطيات والخرجات الأخيرة متزامنة ديال الخونة والمرتزقة اللي كيخدموا أجندات أعداء الوطن، والمعلومات الاستخباراتية والأمنية كلها كتوصلنا لشخص واحد واللي يعتبر المسؤول الأول والأخير على حساب جبروت، المهدي حجاوي. فشكون هو مهدي حجاوي؟ هو موظف هامشي سابق بالمديرية العامة للدراسات والمستندات لادجيت، وما سبقش له كان في موقع قرار أو حتى قريب من المحيط ديالو، ما سبقش له تأمن على ملف أو كان حاضر في دائرة قرار أو تأثير داخل هذه المؤسسة الأمنية، والأسباب تأديبية وبمسار باهت بلا أي أثر مهني. تم الإعفاء ديالو في سنة 2010 مباشرة. الدوائر الاستخباراتية المعروفة بالعداء ديالها للمغرب دخلت على الخط وقدرت تجند مهدي حجاوي وحاولت تصنع منه شخصية ما عمرها كانت عنده في الواقع، لبسته صفة المنشق عن النظام وخلته يكون واجهة للخطابات العدائية.
مهدي حجاوي حاول يستغل التجربة المهنية الأولى مع لاجيد، وبدا كيقدم راسو على أنه مستشار سيادي وقريب من مراكز القرار، امتحن صفات ووظائف كان كيحلم بها، وقدر أنه يدير شبكة كبيرة من العلاقات المشبوهة واللي كان كيلعب فيها دور الوسيط ديال المستثمرين والدبلوماسيين، والمقابل طبعا هو المال. المعطيات والملفات المتوفرة كتشير على أن حجاوي تورط في النصب على رجال أعمال مغاربة بمبالغ وصلت ل 18 مليون درهم عبر وعود بمنح امتيازات وإقامات ما عمرها تحققت، تزوير وثائق رسمية واستعمال جوازات سفر مزورة، استغلال النفوذ وزيد تورط في عمليات غسيل الأموال بشراكة مع أفراد كينتميو لشبكات إجرامية كتنشط ما بين أوروبا وإفريقيا وأمريكا الشمالية. في شتنبر 2024 السلطات المغربية صدرت مذكرة توقيف دولية في حقه وجهت ليه تهم ثقيلة كتشمل تكوين عصابة إجرامية والاحتيال المشدد والتزوير. الرأي العام الوطني والدولي تفاعل مع القضية، خاصة بعد تصريحات مصطفى عزيز رئيس جمعية مغرب الغد، واللي أكد أن حجاوي ماشي لاجئ سياسي بل محتال دمر حياة عشرات الأشخاص. واستطاع هذا النصاب البارع أن يكتب سيناريو يرقى لمستوى أفلام الخيال العلمي في شبكة نتفليكس. لقد وصلت الخسة بهذا الضابط السابق أن يزور حتى صوت المستشار الملكي ويكتب مساجات على الواتساب باللغة المخزنية المستعملة داخل القصر ليوهم الناس وليوهم ضحاياه ويبعد الشكوك عن هذه العملية الإجرامية الفائقة الدقة. في تفاصيل القضية مصادر كثيرة كتحدث على أن مهدي حجاوي كون شبكة ديال المجرمين وأصحاب السوابق باش يساعدوه في تنفيذ الخطة اللي سبق ورسمها هو وأعداء المملكة المغربية، علي المرابط، سليمان الريسوني وهشام جيراندو. كلهم قدر مهدي حجاوي يخليهم تابعين له كينفذوا التعليمات ديالو بالحرف، يعني أنه كيستغل خرجاتهم على منصات التواصل الاجتماعي باش يهضر بلسانهم وينشر السموم والإشاعات. الأخطر من هذا أن حجاوي داز مرحلة أخرى من الخيانة والنذالة، بحيث أنه قدر يكون الوسيط في التجنيد ديال هذه الخونة بغرض العمالة والتخابر لصالح الجارة الشرقية، والمقابل طبعا هو يكون لهم نصيب من أموال الشعب الجزائري اللي كتخسر ليل ونهار في سبيل تغذية العداء الأبدي الجزائري لكل ما هو مغربي. والدلائل على تواصل هذه المجموعات مع بعضها كثيرة وما كتحتاجش في الحقيقة الذكاء أو حتى التفكير. وكمثال عندنا التسجيلات اللي خرج بها يوسف الزروالي واللي كانت عبارة عن مكالمات مع هشام جيراندو. ما هضرناش على مهدي حجاوي ومازال ما هضرناش على بزاف، ولكن مهدي الحجاوي قلتي لي تلاقيتي بها اخويا العزيز؟ كنعرفو مزيان. الا ما صاحبي وراه عاود يعجب، ولكن كيعاوني بحاجه وحده. بعض المرات فاش كتكون عندي الشك في شي حاجه بحال دابا شي صوره شي واحد ولا سميه شي واحد عندي، علاش انا دابا باش كنفرعهم كيقول جيراندو كلشي داكشي اللي كيجيب صحيح، حيت كنتاكد من بلايص اخرى. ومهدي نفعني بشحال من مره كنعيط له كنقول له هذا السيد هذا واش فعلا سميتو كذا، كيقول لي ولا كيقول لي لا 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 رد البال هذاك راه ما سميتوش كذا اش كذا صافي صلح لك. ولكن كاين دابا هو فين هو كيكون الهضره ديال كل نصيحه الا كانت هضرتي غلطه كيقول لي رد البال، هاد الهضره اللي الاخرى ما كايناش. تسجيل واضح كيبين العلاقه اللي كاينه بين هاد الثنائي وانه كاين تواصل دائم. دليل اخر على ان هاد الثلاثي خاصه كيخدم نفس الاجنده هو مساله التوقيت. ففي كل مره كيتم نشر رساله على تطبيق مجموعه جبروت كيطلعوا هاد الثلاثي والعديد من الابواق الجزائريه باش يتناولوا الموضوع ويديروا له اعاده تدوير دائما باستعمال نفس التقنيات. كتكون مقدمه للموضوع اللي تكلمت فيه جبروت، ومن بعد كيتم طرح الرساله كما هي باش تتم عمليه الارشفه على الويب لرسائل جبروت. طريقه الاشتغال مقسمه بين هاد الثلاثي، خاصه الريسوني مثلا مكلف اعاده نشر داكشي اللي جاب جبروت مع اضافه تعليق بسيط على الفيسبوك، وعلي المرابط مع كل تسريب كان كيشرح حلقه على اليوتيوب وكيتكلم في نفس الموضوع. اما هشام جيراندو فبقى محافظ على طريقه الفيديوهات القصيره بصيغه شورت على اليوتيوب، ونفس الفيديوهات كينشرهم على تيك توك. وبالتوازي مع هذه المهمه جيراندو كان كيدير ما هو اكثر، كان كيقوم باعاده نشر وترويج مقالات جزائريه ديال بعض الجرائد المعروفه بالعداء ديالها للمغرب. وكمثال ناخذ داكشي اللي نشر بتاريخ 2 شتنبر 2025 على الصفحه ديال التحدي. جيراندو قام بنشر مقال بعنوان المغرب الهاكر جبروت يزعزع حصن المخابرات، وهو صادر عن جريدة تخيزيوس واللي حتى هي داخله في دائرة الجرائد متخصصة في ترويج الأخبار الكاذبة بخصوص المغرب. هذه طريقة الاشتغال ومحاولة التواجد والنشر على جميع منصات التواصل الاجتماعي
كتبين ان هناك عمل كبير في الكواليس وتنسيق اعلامي كبير، وان هذا الشيء ماشي عمل ديال الهواة، بل هو خدمه كبيره واللي كاين موراها فريق عمل اللي كيسير هذا الشيء، وبطبيعه الحال فراه مخصصه ليه ميزانيه كبيره. هاد المعطيات كامله كتبين اننا ماشي قدام عدو واحد او مجموعه اشخاص، بل حنا قدام دوله، نفس الدوله اللي كيحاولوا الخونه انهم في كل خرجه يكذبوا الشبهات ويبعدوا الاعين عليها. باش نفهموا اكثر حقيقه التشويش اللي بغاو يخلقوه اعداء الوطن، ضروري نوقفوا عند بعض النقاط ونوضحوا بعض الحقائق اللي جات في هاد التسريبات. فمثلا في اخر منشور ديال نفس المجموعه واللي كان بتاريخ 27 اغسطس 2025، جبروت نشرت روايه مطوله جديده وبتفاصيل اكثر، بحيث انها كتوجه اتهام مباشر بشان تواطؤ مديريه مراقبه التراب الوطني في ايداء ولي العهد مولاي الحسن. وباش تزيد جماليه على هذه القصه المفبركه، عطات زعما الاسماء ديال الناس اللي شاركوا في هذه العمليه، ولكن حنا حاولنا نبحثوا اكثر في هذا الشيء اللي في الاصل ما كيدخلش للعقل، ووصلنا لهذه الحقائق. فباستعمال تقنيه التحليل اللغوي قمنا بقراءة آخر منشور لهذه المجموعة أكثر من مرة، ولاحظنا باللي تم استعمال مجموعة من الكلمات واللي كيتم استعمالها في العادة في المراسلات والتقارير الرسمية، مثلا كلمة المدعو واللي هي كلمة ما يمكنش يكتبها شخص عادي، وأيضا فقد تم استعمال عبارة من يهمه الأمر وحتى هي كتطبق عليها نفس الأمر. بل الأكثر من هذا هو وجود عبارة أين كظرف مكان واللي كتعتبر سمة بارزة في الكتابة الصحفية. نفس المنشور ضمن طريقة كتابة خاصة بالتواريخ، بحيث أنه استعمل كلمة جانفي عوض يناير. هذا المنشور كان كافي أنه يكشف على أنه هناك جهة رسمية هي اللي وجدت هذه المعلومات ودارته على شكل تقرير باش يتم النشر ديالو من بعد. ولا أكيد أنكم كتسولوا على هاك الجهة اللي واقفة من موراء هذا الشيء. كاين اللي عارف وهو كاين اللي مازال. المنشور وطريقة الكتابة ديالو كتشير جهة وحدة وهي الجزائر، لأنه بكل بساطة الخصائص اللغوية المستعملة هي نفسها المستعملة في الجزائر ووكالة الأنباء ديالها. وهذا الشيء شائع طبعا عن الجار الشرقي بحكم الفترة الاستعمارية الفرنسية الطويلة اللي دازت على هذه البلاد واللي وصلت ل 130 سنة، والنتيجة كانت هي أن اللغة الفرنسية ولات جزء من الثقافة اللغوية المحلية. من ناحية مضمون المنشور ديال مجموعة جبروت فراه تضمن أيضا مغالطات وأخطاء جسيمة، بحال المعلومة ديال أن ولي العهد الأمير مولاي الحسن ساكن في القصر الملكي بالرباط، ولكن هو في الواقع في الإقامة الملكية دار السلام من بعد ما كان مستقر في القصر الملكي مسلا. والمعروف طبعا أن القصر الملكي بالرباط هو مقر إداري واللي كيتم استخدامه فقط في الاستقبالات الرسمية وماشي في الإقامة. أما بخصوص القصة المفبركة حول لقاء المسمى محمد أو عز الدين صالح بالطباخ في المطاعم الداخلية القصر الملكي، فراه تضمن أيضا تناقض كبير، حيث بكل بساطة في القصور الملكية المغربية ما كاينش شي حاجة سميتها المطاعم الداخلية، بعكس أن هذا المصطلح كيتم استعماله فقط في التكانات العسكرية. حساب جبروت في المنشور ديالو تكلم على أن الشخص اللي كيتم تكليفه بالتواصل مع الطباخ كان كيتنقل بوثيقة اللي كتبت أنه مكلف بمهمة. هذه المعلومة الكاذبة هي اللي شوهت القصة والسيناريو اللي تم الإعداد ديالو، لأنه بكل بساطة من المستحيل أن أي جهاز استخباراتي في العالم يدير حجة على شي نشاط غير قانوني، في حالة ما إذا افترضنا أنه قرر يديره. طبعا لا يمكن الجهاز بحال مديرية مراقبة التراب الوطني واللي مشهود ليه بالحرفية والقوة أنه يطيح في خطأ بحال هذا ويكلف شي واحد بمهمة بحال هذه ويعطيه وثيقة رسمية اللي غادي تكون دليل مادي وإدانة الجهاز كامل. مستحيل. في الساعات الأخيرة ديالو حاولوا أعداء الوطن والآخر مرة من خلال حساب جبروت حاولوا أنهم يخلقوا انطباع زائف بخصوص المستجد اللي عرفته المملكة المغربية. جبروت حاولت تستغل تعيين جلالة الملك محمد السادس المدير جديد للمديرية العامة للأمن ونظم المعلومات، وبغات تروج أن هذا التعيين كان نتيجة للتسريبات ديالهم. وكيف العادة الخونة كانوا السباقين باش يلعبوا دور البقرة. كنتكلموا هنا على عملية إعادة تدوير سليمان الريسوني مثلا. هذا التعيين راه كان بحال جميع التعيينات صاحب الجلاله واللي كيتماشى مع الجهود اللي كتبذلها المملكه المغربيه في مجال الامن السبراني، وكتم الاراده المولويه في تعزيز وضمان امن وحمايه الفضاء السبراني الوطني، باعتباره طبعا هو حاجه مهمه للانتقال الرقمي. بعض الاخفاقات الكبيره اللي كانت كتبان للمتتبعين مع كل نشر كان على مجموعه جبروت، الامور تعقدات عند القائمين على هذه المجموعه والحسابات تخلطات، وما كانش حل اخر كيف العاده من غير الهروب والاختفاء. وبتاريخ الأربعاء 3 شتنبر 2025 وبالضبط على الساعة 8 ليلا تم إغلاق قناة جبروت على المنصة الإماراتية تليجرام. ما بين الهجوم الأول ديال جبروت دي زد والثاني ديال جبروت والتسريبات المستهدفة غادي نتفقوا كاملين على أنهم حقيقة خلقوا نقاش كبير، ولكن في وسط هذه العاصفة الرقمية بنت واحد الحقيقة اللي ما خصناش نساوها. المغرب ماشي دولة اللي سهل تزعزع. أعداء الوطن والأتباع ديالهم كانوا كيظنوا أنهم بهذه المحاولات فراهم غادي يضعفوا الثقة أو يخلقوا الفتنة، ولكن الواقع
كيقول انه مجرد امتحان جديد ما بين بزاف ديال التحديات اللي مرت منها المملكه، والمغرب كيف العاده بين انه اقوى من اي ابتزاز واكبر من اي تهديد. صحيح ان قوه المملكه المغربيه كاينه في الاجهزه والمؤسسات ديالها، ولكن ما خصناش ننسى قوه الشعب اللي فيها والتشبث ديالو في المؤسسه الملكيه ووقوفهم وراء جلاله الملك محمد السادس. الله ينصرك يا سيدنا، الله ينصرك الحبيب ديالي، الله يشافيك. كيبقى الله ينصرك يا سيدنا، الله يحفظك يا الحبيب، الله يحفظك. ملك يقود البلاد بحكمه، وشعب كيدافع على بلاده بكل اخلاص، ومسؤولين اللي كيخدموا ليل ونهار باش يحافظوا على الامن والاستقرار. المملكه المغربيه بتاريخها برموزها وباراده ولادها كتواجه التهديدات بصلابه، واليوم احنا قدام رساله واضحه. قدرتوا تهاجموا انظمه رقميه؟ الجواب نعم، ولكن ما عمركم ما تقدروا تهاجموا الروح الوطنيه اللي كتسكن كل مغربي ومغربيه. المغرب غيبقى صامد قوي وواقف، وغادي يبقى ديما بفضل الله ثم بفضل الشعب والملك والمؤسسات ديالو. بلد متحد ما كيركعش وما كيعرفش معنى الهزيمه، ودائما تحت شعار الابدي: الله، الوطن، الملك.